السلام عليكم. عجبتني فكرة سطل المي اللي كل الناس وكل العالم وكل النجوم بدأوا يعملوها. ففكرنا نعمل منها نسخة فلسطينية. جينا ندور على سطل مية، طبعا صعب جدا، يعني سطل المي بهونش على الواحد فينا يكبه لأنه بكفي أسرة تقريبا يوم كامل. ضغطنا على حالنا وقلنا مش مشكلة، بعين الله بنضيع سطل المية. اكتشفنا أنه مش ممكن نبرده لأنه ما فيش عندنا كهرباء وثلاجاتنا كلها طافية، لا حنعرف نجيب ثلج ولا حنعرف نبرد الميه. فحبينا نعمل نسخه فلسطينيه، فاكتشفنا انه بلدنا كلها زي ما انتم شايفين هيك ركام ورمل. فقررنا من هذا الركام اللي هو تبع المنازل اللي تهدمت في غزه ندير على حالنا. الان التحدي بدناش نذكر اسماء بعينها، هذا تحدي لكل الشرفاء، اي واحد حاب يتضامن معنا بهذه الطريقه او اي طريقه يراها مناسبه بشرفنا. واحنا محتاجين زي ما احنا محتاجين دعم مادي، محتاجين ايضا كل المواقف. مش عاملين الاشي هذا عشان التبرعات، لانه احنا الحمد لله مش حنطلب تبرعات. الانسان اللي حاب يقدم شغله يدور كيف بتصل لفلسطين ويحاول يقدمها. اللي ما عندوش يقدم موقف، يحكي كلمه خير، يسجل، خصوصا الناس اللي عندها متابعين او معجبين. يعني لو كتب كلمه حق وقال انا مع المقاومه، انا مع فلسطين، انا مع غزه، انا مع المظلومين، بيكون كثير شكرا له، لانه كلنا محتاجين لكل المواقف. يعني اذا كانت الانظمه شويه متخاذله او كثير متخاذله، بدنا الناس المتابعين اللي لهم جمهور يتعاطفوا معنا ويعملوا زي ما انا بدي اعمل، او على الاقل يسمعونا كلمه طيبه بحق الفلسطينيين في غزه. تعالي انس. دير. طبعا ما فيش عندنا ميه، فهذا اللي موجود، هذه الامكانيات اللي عندنا في فلسطين. واحتمال اروح على البيت ما الاقيش ميه اتحمم. يعني لو شفتوني في تقرير بعد هيك وانا مغبر ومعفر، حاولوا تسامحوني وحاولوا تتعاطفوا معنا. شكرا كثير لكم. سلام.